الاهلي يصبح في المركز السادس في ترتيب الدوري المصري. الاهلي معاه 12 نقطه من 7 مباريات، والزمالك معاه 17 نقطه من 8 مباريات. يعني الزمالك فارق النادي الاهلي بماتش، يعني كده الاهلي ليه ماتش مؤجل. فمباراه القمه الجايه اللي هتكون يوم الاثنين ان شاء الله، المباراه ديت مهمه جدا جدا لنادي الزمالك ومهمه جدا للنادي الاهلي. طب ازاي بقى مهمه لنادي الزمالك؟ مهمه لنادي الزمالك انه يفضل في صداره الدوري المصري. لو فاز هيكون معاه 20 نقطة بفارق النادي الأهلي ب8 نقاط، وده فارق كبير جدا جدا وزمالك. وبم... ومهمة جدا للنادي الأهلي ازاي؟ النادي الأهلي لو فاز هيطلع على طول على المركز الثاني، وهيكون لسه بينه وبين الزمالك نقطتين، هيطير على المركز الثاني ب 15 نقطة، ولسه ليه مباراة مؤجلة. ما تنساش المباراة المؤجلة دي. فالأهلي بقى لو فاز في المباراة المؤجلة هيطلع الصدارة، وهيكون بينه وبين الزمالك نقطة واحدة. فمباراة القمة ديت يعني انا مش هقول لك قد ايه مهمة جدا جدا للنادي الاهلي انه يطلع الصدارة، ومهمة جدا لنادي الزمالك انه يبقى في الصدارة. فتوقعاتكم معايا لمباراة القمة اللي هتكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله.